لم يقل القرآن آية يذكر فيها لصاحبه إلا هو إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار سبحان الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن. شوف القول ممن صدر من محمد الأعظم، مش بالعكس، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سيدنا أبي بكر الصديق على جلالة مكانه وجلالة قدره والسر الذي أفاء الله به عليه. وتعلمون أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام مرضه مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ماذا قالت له السيدة عائشة اللي هي كريمته؟ قالت له يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس. سيدنا أبي بكر لما سأله سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن عمر وقالوا له يا أبا بكر كنت أقرب الناس، أو تقريبا يعني نقولها بالصيغة، كنت أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صف لنا رسول الله. قال ما قدرت يوما أن أنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا تكلم ريء كالنور يخرج من بين ثناياه. إن شاء الله ربي متعنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يمتعنا بأسراره ويمتعنا بأنواره. وأنا دائما أقول في نفسي عبدكم هذا ضعيف. ساعات يقولوا العلماء، نقول لهم لا أنا طالب بسيط لا أساوي شيء، طالب علم بسيط جدا ما زلت أتعلم. أنا كنت أقول دائما في نفسي وأقولها لكم أيضا، قلوا يا ربي أمنيتي أن أكون تفشة في الدنيا والآخرة من قدم النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله إن كتب الله لنا السعادة فأن نكون تفشة من قدم اللي عفز عليها سيدنا إن شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لذلك هذه الأمة أهل القيروان وتونس أيضا وكل بلادنا حقيقة من شمالها إلى جنوبها والمغرب العربي أيضا كله، من موريتانيا إلى ليبيا الشقيقة إلى مصر. أنا كنت في مصر في مؤتمر المفتيين فقالوا لي أين تريد أن تذهب؟ يسحبوني في شعب الجولة في جامعة عين شمس وجامعة مع احترامي للجامعات. قلت لهم أريد زيارة سيدنا الحسين. والله يا سيادي ويا سادتي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النور الذي أعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسر الذي أعطاه لآل بيته شيء لا يمكن أن يوصف. شيخنا هذا الذي حدثتكم عنه من حبش نسمي مش ما يقعش تأويل، لما اضطهد وسجن وعزل وهو مفتي لتونس ومن كبار علمائها، طلب من شيخ من شيوخنا، يومها كان هو مفتي الله يرحمه لكن كان قريب من فقال له عندي رسالة حبك تبلغها لسيدنا. هذه رسالة إن شاء الله ربي ييسر لي يجيني الإذن سأنشرها إن شاء الله تطلع عليها الأجيال. يا أبنائي كيف خاطب رسول الله، يعني خطاب مباشر. هذا العالم يخاطب رسول الله خطابا مباشرا. علاش قلت لكم أنا بديت واعلموا أن فيكم رسول الله. فلما ذهب هذا الشيخ وبلغ الأمانة إلى سيد الأمة، الله لا يحرمنا من نوره ومن السلام عليه في روضته، قالوا بعث له أبيات، قالوا عند المواجهة العلية داعيا أدعوك يا مختار للمختار. إذن هذا النفس اللي حبيت نقوله لكم، سامحوني يعني كنت ربما من نور وجوهكم وأعلامنا هذوما السيادة قديش أتابعك أستاذ وسبع فيك العلم والفضل والتمكن العلمي والتمكن المعرفي والفقهي، وأحبك يعني أحبك ولو عن بعد. أنا شفتك اليوم، هذا شيخي وأستاذي الجليل، أنا بين علمين من علماء القيروان، من أسيادي في الواقع وأسيادي، وهم أتعلم عنهم وأخذ عنهم العلم والفيض. لكن ما أريد أن أقول في هذه اللحظات المباركة أني أحملكم أمانة كبرى، أمانة عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجربت في حياتي يا إخواني في لحظة الابتلاء وفي لحظة النصر، كلما كنت قريبا من رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلا ويسر الله أمرك وشرح صدرك. والله توا كلمة هي لا تقال لك نحكيها لكم مثال الشيء، واحنا في لحظة صدق. وصفاء إن شاء الله. نعم سيدي. وصفاء بوجودكم إن شاء الله، وأنا مطوق بالأعلام بالوجوه النيرة. أنا يوم ابتليت من جملة أنا دافع لحكة حلوة برشا ربنا قوسين، دفعت ما دفعت كما دفع والدي. في يوم من الأيام كثرت علي الهجمات أستاذ والمؤامرات، ووجدت نفسي كل عاجز، يعني ما عادش عندي قدرة. تكثر عليك جبهات الظلم، فكنت أموت، يعني كنت بين الموت والحياة. والله لا أخفيها عليكم، هي لا تقال لك أن أقولها للأحبة. أو ابني معي هو الآن شاهد على ذلك، ساعتين تعليل ولا ساعتين ونصف وأنا بين موت وحياة، يعني شعرت نفسي أني راح. صدفة كنت جالس في مكان في بيت الوالد اللي أنا فيه إلى الآن وجد، كانت فما صورة القبة الخضراء لسيدي رسول الله. في اللحظة الأخيرة سبحان الله نظرت فوجدت القبة الخضراء على رأسي، فقلت له يا سيدي يا رسول الله، هذا عاشق من عشاقك وأنا وحدي يومها، كنا حولي حد ببركاتك وأنوارك أسأل الله أن يعيد لي العافية. والله يا إخواني، والله وأنا في موقف صدق لفما دقائق فتحول الأمر كأني لم أكن، يعني شيء عجيب. نور رسول. علاش حبيت نقول لكم هذا الكلام؟ لأزيدكم حبا وعشقا وقربا وانتعاشا. أنا كم أغبط بعض الناس الذين لا يتعايشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عندما أستمع نقول لهم ساعة الناس كنا نتلو في القرآن مع شيخنا ونحن نردد معه الآيات من سورة البقرة، ثم في الختمة السابعة معك بعد الشيخ خليف رحمه الله أعزكم الله ربي. أنا أقول في نفسي ساعات الناس عندما يقرؤون القرآن أو يستمعون إلى القرآن فقد أنبههم إلى شيء، على من أنزل هو على سيد الأمة، ومن نطق به هو محمد الأعظم، ومن يستمع إليه يومها صحابته. إذا أنتم في نفس المرتبة. يعني أول ما أنزل القرآن على قلبه لتكون للعالمين نذيرا، أنزل عليه فنطق به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو أول من أنزل عليه وأول من نطق به وأول من استمع إليه هم صحابته، ونحن يعني في مرتبتهم. كان شيخنا يقرأ هذيك الآيات التي أنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص. وتعلمون نحب نختم، ربما قل نبوني بربي سيدي الوقت صح؟ لا قل لي ما حبش. قداش وقت؟ قداش نزل تو لا مش نكتب، ما نحبش نطول عليكم. يعني عندما تنزل الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يهتز النبي، وتعرفوا قصة الوحي وبدء نزول الوحي والسيدة خديجة وذلك الناموس الذي أنزل عليه وتلك الأسرار وذلك الارتجاف الذي وقع للنبي الأعظم وأول ما أنزل عليه، وكيف دخل على السيدة خديجة. هذيك كله درس لنا، رب سامحوني. حتى الإنسان يقرأ القرآن يلزم يشعر بالمعاني، مش يقرأ هكا لتقرأه على الناس على مكث. ما معنى المكث؟ يعني التأمل، يعني الفهم مع السمع مع حسن الإصغاء. ولما وجدته فك الرجل سيدنا وروى لها كما روى البخاري في صحيحه قصة ما رأى وما وقع له، وقالت له يا محمد عندي أحد علماء قريبي ورقة بن نوفل، هذا تنصر في الجاهلية وكان يكتب ويقرأ الكتاب العبراني. ولما قص عليه القصص اللي يختم به الآن، وهي قبل ذلك قالت له والله لا يخزيك الله أبدا،
إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. لكن لما استمع إليه ورقة قال له: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. فورقة قال: يا ليت لي كنت فيها، ليتني أكون موجودا يومها لأنصرك. قال: ولكنك يا محمد سيخرجك قومك. الله أكبر. قال له: أو مخرجيهم؟ استغرب النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إننا في لحظاتنا هذه المباركة معاشر الإخوة المؤمنين، ونحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وننتعش بأيام مولده المبارك. نسأل الله العلي القدير أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا ويختم بالسعادة آجالنا. اللهم إنا آمنا بمحمد ولم نسعد برؤياه، فمتعنا برؤيته وثبت قلوبنا على محبته ويسر لنا السلام عليه في روضته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين، وعجل بتحرير قبلتك الأولى، وسهل لنا الصلاة في مسجدك الأقصى المبارك، وقد رفعت عليه راية سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. وأن تعين وتنظر بعين الرحمة والرضا والتأييد لإخواننا في غزة الميامين. نسألك أن ترحم شهداءهم وتثبت أقدام مجاهديهم وتقربهم من يوم النصر يا رب العالمين، وتؤمن وطننا وأوطان المسلمين، وتختم بالسعادة آجالنا، وتجعل خير أيامنا خواتمها، وأبرك ساعاتنا يوم نلقاك بأنوار سيدنا محمد وبأسرار سورة الفاتحة.